السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر مصطفى من قناة تري كودرز ويب سكول. إن شاء الله هبدأ معاكم حل المسائل اللي على منصة كوريو للصف الأول الثانوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طالب مننا أول سؤال إن إحنا عايزين البرنامج الصح إن هو يطبع هلو للكونسول. طبعا عشان نطبع أي كلمة عامة في الكونسول بنستخدم الأمر console.log ونفتح تو براكتس وتو كوتس ونكتب الكلام اللي احنا عايزينه. هو عايز هنا هلو، نختار console.log هلو بين التو براكتس وانسر. تمام. هنا عايز نفس الكلام ان احنا نطبع كلمة معينة للكونسول، كتب لنا console.log لوحده. طالب مننا ان احنا نعمل shift و9 shift و9 نفتح البراكت وشيفت وطه نعمل الدبل كوتس ونكتب الكلمة اللي هو عايزها اللي هو good morning. تمام انسر يقول لنا correct. هنا بقى عايزنا نكتبها ملط كده، نكتبها احنا من الأول خالص. نكتب console.log shift و9 نعمل براكت وشيفت وطه في الدبل كوتس وناخد الكلمة اللي هو عايزها هنا كوبي بيست يطبعها لنا في الكونسول وندوس انسر. تمام. عايزنا برضه نطبع هلو من console.log البراكتس وتو كوتس ونكتب هلو ناخدها برضه كوبي انسر. تمام. السؤال الخامس عايز الطريقة الصح إن إحنا نعمل كومنت. الكومنت ده اللي هو أنت مثلا عايز تضيف نوت مثلا في البرنامج أو عايز تكتب حاجة، البرنامج نفسه أو المحرر الأكواد ما يحسبهاش إن هي كود، يحسبها سطر عادي يتجاهله. أنت بقى تكتب فيه اللي أنت عايزه. بنعمل كومنت في جافا سكريبت عن طريق إن إحنا نعمل دبل سلاش ونكتب الكلام اللي إحنا عايزينه اللي هي عندنا أول اختيار ويندوز أنسر نيكست. أهو زي هنا بالظبط، هو عايز اللي يطبع في الكونسول هي هلو وماي نيم إز وكود، مش عايز يطبع ريك. أنا أكيد طبعا مش هروح أمسحها، هو مش عايزني أمسحها، بيقول لي كومنت أوت ذا بروجرام. أروح أنا عامل إيه؟ جاي هنا في الأول وحاطط الدبل سلاش ويندوز ران كود ويندوز أنسر. تمام. نخش على تاني درس ونحل الأسئلة بتاعته. هو طالب مننا برنامج يعمل عملية حسابية كده سريعة 50 زائد 100. طبعا احنا عشان نطبع في الكونسول قلنا كونسول دوت لوج ونحط بين البراكتس اللي احنا عايزينه، بس هنا احنا بنتعامل مع أرقام مش هينفع نحطهم في دبل كوتس. الدبل كوتس بنستخدمها للسترينج للكلام اللي يطبع زي ما هو، أما لو أرقام ما ينفعش خالص أستخدم الكوتس، أكتبها زي ما هي كده. هو عايز 50 زائد 100، أكتب له كونسول دوت لوج وبراكتس 50 زائد 100 من غير الكوتس أنسر. هو عايز العملية أو الأوبريشن اللي تعمل ديفايد، السيمبل يعني بتاع اللي هو دي اللي هي سلاش أنسر. عايزنا نعمل كونسول دوت لوج ل19 زائد 40 من غير الكوتس. 19 زائد 40 يطلع لنا 59 ندوس أنسر نيكست. عايزنا نعمل كالكوليت ل7 - 2 ونعملها أوتبوت للكونسول. احنا عارفين كونسول دوت لوج وهنا نفتح البراكتس من غير الكوتس، برضه بقول من غير الكوتس. 7 - 2 يطلع لنا 5 وأنسر. حلو جدا. عايزنا نعمل برضه برنامج يقسم ال15 على ال5. حلو جدا. نقول له console دوت لوج و15 الديفايد هنا السيمبل بتاعها سلاش 15 على 5 يطلع لنا 3 وأنسر وندوس نيكست. تمام. هنا بقى في حاجة اسمها الكونكاتينيشن. الكونكاتينيشن ده باختصار إن هو يدمج النص اللي بنكتبه بين الدبل كوتس مع رقم. طبعا لو جينا نكتب الرقم ده جوه الدبل كوتس هيكتبه زي ما هو. الكوتس وظيفتها إنها تطبع اللي بينها زي ما هي، ما تحسبش بقى ولا تعمل أي حاجة. فإحنا بنستخدم الكونكاتينيشن إن إحنا نعمل السترنج اللي إحنا عايزينه ونكتب جنبها بلس
نكتب الرقم اللي احنا عايزينه 17 15 أي رقم هو طالبه، وبعد الرقم ده نكتب بلس ونكتب تاني string احنا عايزينه. ندمج النص مع الأرقام. هنكتب console.log today is the 17th 7 days ago was the. نقفل الكود، نعمل جنبها بلس، نعمل العملية الحسابية اللي احنا عايزينها اللي هي 17 minus 7 عشان يطلع لنا التلت. دي عملية حسابية ما نكتبهاش زي ما هي في الكود. نكتب جنب ال 17 minus 7 علامة بلس، ونعمل 2 كوتس جديد، نكتب TH. الإجابة هتبقى أول واحدة، وندوس answer، ندوس next. تمام. هنا برضو عايزنا نطبع للكونسول نص ويتجمع جنب أو يتعمل جنبه على عملية حسابية. احنا قلنا إن احنا لو دوسنا هنا run code أهو، هو كاتب 2 by 5 عادي جدا. لو دوسنا run code هيطبع the answer is 2 by 5. ليه؟ لأن الكودز زي ما قلت لك إن هو بيطبع اللي بينها، ملوش دعوة بقى إيه اللي جواها، أرقام بقى نصوص، هو هيطبعها زي ما هي. هو عمل اللي هو عايزه، فهو عمل اللي هو مهمته خلاص، إن هو طبعها زي ما هي. تمام. احنا عشان نعمل بقى الكلام ده، احنا قلنا عشان ندمج النص مع الأرقام نعمل حاجة اسمها string concatenation. بحاجة اسمها concatenation نشيل العملية البايظة دي، ونعمل هنا جنب النص علامة بلس، ونعمل جنب البلس تو براكت، نعمل جواها العملية الحسابية اللي احنا عايزينها اللي هي 2 باي 5. طبعا ما ننساش هنا بلس تاني 2 كوتس جداد عشان احط جواها الدوت، عشان يطلع لي the answer is 10 وفول ستوب. answer و go to results 7/7 وألف مبروك. تمام. هنا بقى عايزنا نعمل declaration لفاريبل اسمه score. declaration بالمعنى العام كده إن أنا أعلن عن متغير. المتغير هنا بستخدمه في البرمجة إن أخزن جواه حاجات أو نصوص أو أرقام، أي حاجة أنا هستخدمها بعدين في الكود، وأقدر أستخدمها كذا مرة. بدل ما أعيد الكود ده أنا هستخدمه أو هخزنه. أنا الكود بدل ما أعيده كذا مرة في البرنامج بتاعي، عشان أسهل على نفسي أكتر أخزنه في متغير بسيط، كلمة كلمتين، كلمة كده بسيطة أو جملة بسيطة تخزنه جواها، ولما تحتاج تستخدم الكود ده تنده المتغير اللي هو الكلمة اللي انت خزنتها جواها. تمام. قلنا كده المعنى البسيط. احنا عشان نعمل متغير في جافا سكريبت بنستخدم الكيورد let. let وجنبها الكلمة اللي احنا عايزينها اللي هي عندنا سكور، let score. بس كده احنا كده أعلنا عنه، ونعمل السيمي كولوم في الآخر، ندوس answer next. احنا زي ما قلنا هنعمل console دوت، احنا زي ما قلنا عملنا declaration للفاريبل عشان نندهه بقى في الكونسول. احنا طبعا عشان نعمل اي حاجه في الكونسول بنكتب console.log عشان نطبع في الكونسول. console.log تو براكتس. هنا بقى مش هنحط برضه دبل كوتس، لان الدبل كوتس وظيفته ان هو بيطبع الكلام اللي جواه زي ما هو. تمام. عشان نطبع المتغير هنكتبه زي ما هو من غير الدبل كوتس، اللي هي console.log تو براكتس سكور. في الحالة اللي احنا فيها حاليا مش هينفع طبعا كونسول دوت سكور ولا نحطها بين التو براكتس ولا العبط اللي في الآخر ده. هي أول واحدة وأنسر next. هنا بقى عايزنا نكتب الكود من الأول. declare the variable number. احنا طبعا عشان نعمل declaration قلت لك let number. بس كده خلص. احنا عملنا له declaration، أعلنا عنه، لسه ما خزناش جواه حاجة. ونحط سيمي كولوم عشان نقفل السطر، ندوس run كود. طبعا مش هيطلع لنا حاجة وأنسر. وصلنا بقى إن إحنا خلاص أعلنا عن الكود، عايزين نخزن جواه حاجة بقى. هقول لك دي حاجة. هنا بقى حاجة اسمها assignment. عرفنا الديكلاريشن إن هو بيعلن عن المتغير، نعمل assignment للمتغير إن إحنا نضيف جواه بقى أو نعرفه من الآخر، نخزن جواه القيمة اللي إحنا عايزينها. هو عايزنا هنا نعمل إيه؟
assign 100 to the variable number. بكل بساطة نقول هنا number هو اسم ال variable اللي عندنا equal، هو عايز نعمل 100 number equal 100. خلص. لو قلنا run code مش هيطلع لنا حاجة، اللي احنا عرفنا المتغير وعملنا له assignment، خزنا جواه الحاجة، بس ما قلنالهوش يطبعه وما قلنالهوش يعمل أي عملية فيه. وندوس answer. correct. هنا بقى هو عرف لي المتغير وكمان عمل له assignment، خزن لي جواه 10. عايزنا بقى نعمل له output. احنا قلنا عشان نطبع حاجة في الكونسول نكتب console.log تو براكت، جوه التو براكتس بقى الحاجة اللي أنا هطبعها، اللي هي في الحالة دي number، والنمبر ده متغير، وقلنا المتغير هنطبعه زي ما هو من غير أي تو كوتس. تمام. console.log تو براكتس number، وندوس run code هيطبع لنا 10. مش answer و next. تمام. هو هنا عايز نعمل بلس 10 للمتغير اللي اسمه number. حلو جدا. في الحالة دي بقى محدش يجي يقول لي طبعا إن إحنا بسيطة، إن هنعمل هنا في بلس 10. لا طبعا، هيقول لك غلط، إحنا عايزين نحافظ على المتغير زي ما هو 3. في الحالة دي هنعمل assignment جديد لنفس المتغير، هنقول له number equal نفس النمبر، بس زود لي عليه 10. هنا كأني قلت له number equal 3 plus 10، لأن أصلا number قيمتها 3. تمام. نقول له هنا console.log number. هنا بقى console.log number، أنا عندي 2 number، يا ترى هيطبع لي أنهي واحد؟ الكود عندنا في جافا سكريبت بيشتغل من فوق لتحت، أو أي لغة برمجة عامة بيشتغل من فوق لتحت. فبالتالي منطقيا إيه هي الحاجة اللي هيطبعها كنمبر؟ منطقيا آخر حاجة اللي هي number equal number plus 10. إيه اللي هيطبع لنا؟ 13. ندوس answer ويقول لنا correct و6 من 6. وكده أكون حليت معاكم أول 3 فصول من المنصة اليابانية كوري للصف الأول الثانوي. إن شاء الله هكمل معاكم باقي الحل.